الراجل ده ما بياكلش بجد على فكره. عمرك كنت قاعد في قاعده على التلفزيون وطلع حد قال فجاه على فكره الست دي بتضحك بجد، على فكره الراجل ده مش بيشرب بجد، على فكره الكوبايه دي فاضيه؟ نسبه ان ده حصل كبيره جدا. هقول لكم ليه بتحصل في اخر الحلقه. على فكره الراجل ده ما بيعملش لايك. بس يا حبيبي النهارده هتكلم عن كليشيه بناكل وبنشرب بس كده وكده. اول ما فكرت في الكليشيه ده قلت طيب انا هتابع بقى مسلسلات رمضان وهقعد اركز كده مين بياكل بجد ومين ما بياكلش. من ساعه ما بدات اتفرج بصراحه ما خذلونيش، يعني كل حلقه فيها بتاع 3 4 مشاهد اكل على الاقل. مشهد السفرة في مسلسلاتنا اساسي كده كده، وفي مشهد معين كليشيه جدا، تلاقي الترابيزه مليانه ما شاء الله من خيرات الله. المشهد يبدا كده الناس تقعد تتلم ويبدا كده ايه في شويه قفش، بعدين ممثل يقوم قايم قافش وقايم ويقوم الباقي كلهم قايمين وسايبين السفره زي ما هي، محدش بيلمس الاكل. طب حضرتك ده جوع، ده مش قفش والله، حضرتك هانجري. حرام عليك. هو اللي ليه اكله مش عاجبني. او برضو ساعات ممكن تلاقي قط على القطمه، ودي شطاره مخرج بقى ان هو يقنعنا انه الممثل بياكل بس هو مش هياكل ولا قطمه. القط ده اتعمل برواشه جدا، يعني الطبق ده مثلا مش شرط يكون هو الطبق اللي قصاد الممثل اصلا في الحقيقه، والقطمه اللي هو خدها دي بالمعلقه مش شرط يكون فيها حاجه، هي ممكن تكون فاضيه. ودي بقى رواشه الممثل مع شطاره المخرج. لا اكيد ولا الملوخيه. ولا الملوخيه. تمام. بس بلاش الفراخ البيضاء يا مدام زيد. فهتلاقينا ساعات برضو بنشوف كل حاجه بتوحي ان هم بياكلوا ما عدا انهم يحطوا اي حاجه في بقهم. خلاص احكي انت يا مريومه. افندم اصل انا كنت مركزه في السلطه تحفه طعمها يهبل. هي بتعملها. لا انا عارفها. لا فظيعه. انت بتعملي السلطه دي ازاي؟ اصل كممثل هو اكيد مش عايز ياكل لكذا سبب. اولا انه الاكل ده انت متخيل انت قاعد بتصور على الاقل 6 ساعات مثلا، فالاكل ده مش الصبح من صباحيه ربنا في اللوكيشن، فمش بس بارد ومجلد، ده كمان ممكن يبقى لامم تراب اللوكيشن، ومش بعيد كمان يكونوا واخدين له وشين غيره مثلا ولا حاطين عليه شمعه ولا حاجه عشان يبقى جوسي. Look, all the food placed on this table might look tasty to you, but in reality, it's all fake. وحتى لو الاكل في حاله ينفع ان هو يتاكل، هقعد انا بقى اكل في كل اعاده، المشهد اتعاد 40 مره، كل مره هقعد اكل فيها تاني، على اخر اليوم راكور كرشي هيتغير. الحمد لله. وفي ممثلين بياخدوا بقى الشغلانه بجديه جدا، يقطع الرغيف ويغمس وياخد لقمه ويخلص طبقه كله. الجربوعه بتاعته دي حامل بقى؟ حامل ايه يا بت؟ دي بعدها 50 بالراحه. بس شكلها اصغر من كده والله. والتفصيله دي بتقنعنا احنا مش بس بالمشهد ده ان هو بياكل، هي ده بتقنعنا بالقصه كلها بتاعت العمل الدرامي. ده يديهم على دماغهم ياخد حقه. وليه بتبيع فجر في الشارع؟ مش الاكل بس، الشرب كمان. ايه ده يا زينب؟ الفنجان فاضي. يعني موضوع القهوه اللي بتتشرب كده وكده طلع ترند عليه من كام سنه في هوليوود، وطلع ناقد فني بهدل بقى كل المشاهد اللي باين قوي ان القهوه مش حقيقيه او الشرب ما بيحصلش. كتر ما بتتكرر في المشاهد وكانت حاجه كليشيه جدا، الممثلين نفسهم بقوا اوير قوي ان في مشاهد الشرب ما تجيش عليهم الكاميرا. اولا الكوبايه دي فاضيه ليه؟ You can have bananas. I probably should only because it's a great way to. This is the most important meal of the day. قوانين الجاذبيه اثرت معاكم في حاجه؟ I like this one. This one tastes like grass trim. ثانيا مفيش صوت شفط ليه؟ انت بتشرب بتشفط بتبلع. Okay, new rule. You can't say it. مهندسين الصوت اثروا معاكم في حاجه؟ او الممثل يقعد بقى ايه يقرب الكوبايه ويبعدها من غير ما يشرب. ابوك معفن. الله صالح. يا عم بهزر بالك فيه يا عمور. اوبا الحق الموز ده. اعتقد كان ماسك حاجه على الكوبايه في المشهد ده. هشرب اهو. الحق البطل ده. يا فيه بتمسك نفسك مش كده. مش بطلب ان احنا نملى كوبايات قهوه حقيقيه نفس القصه، لو 400 اعاده في المشهد هنفضل بقى رايحين جايين على البيبي، ومش عايزين ده يحصل، هيبقى تضييع وقت ومش حاجه عمليه، ده غير الزروطه. Dwight, it's okay. You were wrong. اتقنوها سنه ما تفصلوناش، فاهم؟ Kopi Luwak, the rarest beverage in the world. طيب انا هلعب معاكم لعبه، في كوبايتين اوكي، كوبايه منهم فاضيه وكوبايه منهم مليانه، انا هاخد شفطه من كل واحده وانتوا بقى هتقولوا لي انهي فيهم اللي فاضيه وانهي فيهم المليانه بيزد على الشفطه اللي انا هاخدها. قشطه؟
خليكم معايا هقول لكم الاجابه كمان دقيقتين كده. صباح الخير، انا جبت قهوه. حد عايز قهوه؟ هدى عايز قهوه؟ في قهوه. في قهوه كتير. خدي قهوه. مصطفى في قهوه تاني؟ اوكي. بس يا ستي زي ما بقول لك كده، ورق العنب ده على فكره شكله خطير، هدوقه. بس فكل مره بروح بقول لها يا ست الناس نتكلم بالراحه، نتكلم بالهداوه، مفيش، ما بتسمعش. وانا وقفت لها كتير على فكره، يعني انا كل مره اللي بقف لها ما حدش بيقف لها غيري، وما حبيتش اعمل مشكله، ما حبيتش اكبرها. انا دايما حمامه السلام في الشركه عشان تبقي عارفه. انا عارفه والله. لا هي مش ناويه تجيبها لبره، وانا ما رضيتش اشتكي المدير لغايه دلوقتي، بس المره الجايه دي مش هتعدي على خير، يعني لو طلع منها اي حاجه تاني والله ما هتعدي على خير. بس يعني بصي انا في الاول في الاخر مش عايزه استعجل، مش عايزه اخسر حد. والله جميل ورق العنب، تسلم ايدك، يجنن والله. فانا محتاره شويه بقى، يعني مش عارفه اتصرف ازاي. هل اخسرها دلوقتي واعمل الحق واقف مع الناس وكده؟ استني شويه، انا ما ينفعش ابقى مؤسس الشركه دي بايدي وفجاه هي تيجي تبوظ كل حاجه. يعني ما ينفعش هي تبوظ كل حاجه، ما يصحش اصلا ان هي تبقى بتتصرف كده من غير ما تعمل حساب. بصي انا اتنكدت خلاص، يعني ايه، خلاص انا خلصت اكل كده، هنقوم بقى نروح نشوف في ايه. ماشي، نرجع لموضوع الكوبايتين. احب اقول لكم ان الاثنين فاضيين. سوري. زي ما قلت لكم في اول الحلقه، احنا بنحب قوي نقفش اي ممثل او ممثله بيعملوا حاجه مش طبيعيه العمل الدرامي. ليه بقى؟ لان احنا بنبقى عايزين نقتنع ونفصل عن العالم اللي بره. فلما بنقفش ممثل بيعمل نفسه بياكل، بس احنا عايزينه يقنعنا بجد، عايزينه يخرجنا من الحقيقه ويدخلنا معاه في العالم بتاعه ويقنعنا ان القصه دي حقيقيه، والتفاصيل الصغيره دي هي اللي بتخلينا نقتنع ان كل حاجه تانية حقيقيه. يعني هي زي دومينو افكت كده. تيجي بقى كممثل تكسل تشرب ولا تاكل بجد وانت بتمثل دور خطير كده، فصلتنا. عايزه اقول لكم على حاجتين. اولا الحلقه اللي فاتت كان فيها افكار في الكومنتس كتير ملهمه وصادمه، احيانا حرفيا صادمه. عايزه اسمع افكار اكتر، مش بس عن كليشيهات الدراما، بس كمان عن كليشيهات حياتنا، كلمات كليشيه، مواقف تقاليد كليشيه، حتى بني ادمين كليشيه. اللي وصل لنهايه الحلقه شكرا. احب اطلب منك طلب صغير، شير الحلقه عشان الريتش فارق معايا قوي في البدايه، بس يا حبيبي فما تبخلش عليا بشير، وطبعا سبسكرايب والحاجات اللذيذه دي. اشوفكم الحلقه الجايه.